أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الحدث بأن السلطات العراقية فرضت حظرا للتجوال في مدينة الرمادي اعتبارا من مساء أمس وحتى إشعار آخر. هذه التطورات تأتي بعد إحراز المقاتلين المتطرفين تقدم هذا، واستبعدت وزارة الدفاع الأمريكية تعرض العاصمة العراقية بغداد إلى تهديد وشيك من المتطرفين. المتحدث باسم البنتاغون العاصمة. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن مسؤولا أمريكيا أجرى محادثات مباشرة للمرة الأولى مع ممثلين أكراد ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال. هذا وتتواصل المعارك المقاتلين الأكراد والمتشددين في عدد من مناطق مدينة كوباني رغم تكثيف التحالف الدولي لغاراته الجوية على مواقع المتطرفين. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات الجوية أجبرت المتطرفين على التراجع. في المقابل حقق المقاتلون الأكراد بعض التقدم بالسيطرة على بعض المواقع في كوباني. في التطورات الميدانية الأخرى، أفادت الهيئة العامة للثورة بارتفاع حصيلة قتل الاعتداءات أمس إلى 53 بينهم 7 أطفال، في حين أكدت لجان التنسيق المحلي بدأ المتمردون الحوثيون بإزالة مخيمات الاعتصام من صنعاء تدريجا تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة عقب أداء رئيس الوزراء سنبقى عينا تراقب الفساد. وجهت جمعية الهلال الأحمر الليبي نداء لوقف إطلاق النار في مدينة بنغازي شرق البلاد للسماح بإجلاء الأسر المحاصرة في القتال الذي يدور في الشوارع بين المتطرفين والجيش الوطني الليبي. وقال مسعفون أن عدد القتلى الاشتباكات. موجز جديد بعد هذا الفاصل القصير، إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد. فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في مدينة الرمادي، وذلك بالتزامن مع نفي أمريكي لتعرض العاصمة العراقية بغداد إلى تهديد وشيك من تنظيم داعش الذي بات يتقدم في المعارك التي يخوضها ضد الجيش العراقي. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال في مؤتمر صحفي إن بغداد في الوقت الحاضر ما تزال في منأى عن أي تهديد وشيك، مشيرا إلى أنه لا توجد حشود كبيرة لقوات التنظيم خارج العاصمة. راشد العيد، الحدث. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن مسؤولا أمريكيا أجرى محادثات مباشرة للمرة الأولى مع ممثلين أكراد ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. وأوضحت ساكي باريس: تتواصل المعارك بين المقاتلين الأكراد والمتشددين في عدد من مناطق مدينة كوباني رغم تكثيف التحالف الدولي لغاراته الجوية على مواقع المتطرفين. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات الجوية أجبرت المتطرفين على التراجع. في المقابل حقق المقاتلون الأكراد بعض التقدم بالسيطرة على بعض المواقع في كوباني. أعمالك الحدث. في التطورات الميدانية الأخرى، أفادت الهيئة العامة للثورة بارتفاع حصيلة قتلى الاعتداءات أمس إلى 53 بينهم 7 أطفال، في حين أكدت لجان التنسيق المحلية تجدد القصف المدفعي من بدأ المتمردون الحوثيون بإزالة مخيمات الاعتصام من صنعاء تدريجيا تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة فيما يتعلق برفع المخيمات عقب أداء رئيس الوزراء المكلف لليمين الدستوري. وجهت جمعية الهلال الأحمر الليبي نداء لوقف إطلاق النار في مدينة بنغازي شرق البلاد للسماح بإجلاء الأسر المحاصرة في القتال الذي يدور في الشوارع بين المتطرفين والجيش الوطني الليبي. وقال مسعفون أن أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينيو ليون أن الأزمة التي تمر بها ليبيا قد تستغرق وقتا طويلا وما من مؤشر على حل وشيك لها. وأشار ليون إلى أن هناك تقارير تفيد بأن عناصر تابعين لتنظيم داعش بدأوا يتحركون في منطقة الساحل الإفريقي.
في ليبيا إلى الاتفاق. قتل شرطيان مصريان وأصيب 8 آخرون في وقت متأخر ليلة أمس في هجوم بقذيفة صاروخية استهدف سيارة للشرطة في مدينة العريش شمال سيناء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط صباح الخير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من الحدث. أفاد مراسل الحدث بأن السلطات العراقية فرضت حظرا للتجوال في مدينة الرمادي اعتبارا من مساء أمس وحتى إشعار آخر. الرمادي هذا واستبعدت وزارة الدفاع الأمريكية تعرض بغداد إلى تهديد وشيك من المتطرفين للمتطرفين خارج العاصمة. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن مسؤولا أمريكيا أجرى محادثات مباشرة للمرة الأولى مع ممثلين أكراد ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. أوضحت الفرنسية باريس هذا وتتواصل المعارك المقاتلين الأكراد والمتشددين في عدد من مناطق مدينة كوباني رغم تكثيف التحالف الدولي لغاراته الجوية على مواقع المتطرفين. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات الجوية أجبرت المتطرفين على التراجع. في المقابل حقق المقاتلون الأكراد بعض التقدم بالسيطرة على بعض المواقع في كوباني. الحدث في التطورات الميدانية الأخرى أفادت الهيئة العامة للثورة بارتفاع حصيلة قتلى الاعتداءات أمس إلى 53 بينهم 7 أطفال، في حين بدأ المتمردون الحوثيون بإزالة مخيمات الاعتصام من صنعاء تدريجا تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة عقب أداء رئيس الوزراء المكلف لليمين الدستوري. الفساد وجهت جمعية الهلال الأحمر الليبي نداء لوقف إطلاق النار في مدينة بنغازي شرق البلاد للسماح بإجلاء الأسر المحاصرة في القتال الذي يدور في الشوارع بين المتطرفين والجيش الوطني الليبي. وقال مسعفون أن عدد القتلى قتل شرطيان مصريان وأصيب 8 آخرون في وقت متأخر من ليل أمس الخميس في هجوم بقذيفة صاروخية استهدف سيارة للشرطة في مدينة العريش شمال سيناء. ونقلت وكالة أنباء الشرق إذن موجز جديد بعد هذا الفاصل القصير، نراكم بعد قليل، إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد. فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في مدينة الرمادي وذلك بالتزامن مع نفي أمريكي لتعرض العاصمة العراقية بغداد إلى تهديد وشيك من تنظيم داعش الذي بات يتقدم في المعارك التي يخوضها ضد الجيش العراقي. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال في مؤتمر صحفي أن بغداد في الوقت الحاضر ما تزال في منأى عن أي تهديد وشيك، مشيرا إلى أنه لا توجد حشود كبيرة لقوات التنظيم خارج العاصمة. راشد العيد، الحدث. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي أن مسؤولا أمريكيا أجرى محادثات مباشرة للمرة الأولى مع ممثلين أكراد ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. وأوضحت ساكي أن الاجتماع كان خاطفا ويأتي في إطار هذا وتتواصل المعارك بين المقاتلين الأكراد والمتشددين في عدد من مناطق مدينة كوباني رغم تكثيف التحالف الدولي لغاراته الجوية على مواقع المتطرفين. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارات الجوية أجبرت المتطرفين على التراجع. في المقابل حقق المقاتلون الأكراد بعض التقدم بالسيطرة على بعض المواقع في كوباني. أعرف خطيب الحدث. في التطورات الميدانية الأخرى أفادت الهيئة العامة للثورة بارتفاع حصيلة القتلى الاعتداءات أمس إلى 53 بينهم 7 أطفال، في حين أكدت بدأ المتمردون الحوثيون بإزالة مخيمات الاعتصام من صنعاء تدريجا تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة.
وجهت جمعية الهلال الأحمر الليبي نداء لوقف إطلاق النار في مدينة بنغازي شرق البلاد للسماح بإجلاء الأسر المحاصرة في القتال الذي يدور في الشوارع بين المتطرفين والجيش الوطني